يلا بينا تعالى اقول لكم تعملوا احلى رز معمر فلاحي اصلي، وازاي يطلع معاكم بالشكل وبالحلاوة وبالريحة اللي انا هقدمها لكم دلوقتي. تعالوا يلا هاتي كمية الرز اللي انت هتعمليها. انا جبت كمية الرز حطيتها حوالي كيلو من الرز، حطيته في اللحوق اللي عندي، وجبت بقى معلقتين من السمنة، وابتديت كده ان انا اوزعهم في الرز كويس، ادوبها كده كويس، يكون سمنة بدرجة حرارة الغرفة عشان تبقى سريعة في الذوبان معانا. بعد كده هحط الملح، وهحط بقى وش القشطة اللي انتوا شايفينه ده كده. اللبن ده يا جماعة لبن بقري. انا بحطه في طاجن كده زي ما انتوا شايفين. انا ما بغليش اللبن، لا، انا بسيبه بارد زي ما هو عادي، بجيبه من الفلاح. باحطه كده في الطاجن وفي درجة حرارة يعني يكون دافية، وبعدين بيربط معانا، وبعد كده باحطه في التلاجة، باغطيه وباحطه في التلاجة لوقت استخدامه. أنا بعد ما قلبت كل المكونات دي كده مع بعضها وحطيت الملح، ضفت بقى اللبن اللي عندي. بتضيفي اللبن حسب كمية الرز وحسب ما الرز اللي عندِك بيقبل السائل. أنا حطيته كده زي ما أنتم شايفين، وبعد كده هابتدي أجيب الزبادي اللي أنا عاملاها وبالمعلقة كده. بس الأول هنضيف التركة الحلوة دي اللي هتخلّي الرز المعمّر معاكِ ال أرضية الرز كده ما تلزقش وما تبقاش ناشفة، ويطلع معاكِ الأرضية طرية تاكليها قبل الوش كمان. حُطّي كوباية المَيّة ديّة، هي السر الوحيد اللي بيخلّي الرز ما يلزقش معانا، وبيطلع معانا لونه دهبي كده وطري وما يكونش ناشف. بعد كده بقى هاجيب اللبن الرايب زي ما أنتم شايفين، هاقطّعه بقى كده بالمعلقة، هاخد قطع، قطع كده واحطها على وش الرز، يا سلام! مش عايزة أقول لكم الطريقة دي أو شوية الحاجات بقى الزبادي دول بيخلّوا الرز في حتّة تانية، بينقلوه في حتّة تانية خالص بجد. بيخلّي وشه طري كده وملبلب، وتاكلي كده حتّة الرز كده أو شوية الرز بالمعلقة، مش محتاج حاجة جنبه، بجد طعمه خطير يا جماعة. أنا قلّبته بقى ووزّعت كده زي ما أنتم شايفين اللبن. أنا حطّيت بقى كمية كبيرة عشان يطلع معانا وشه كده حلو. حطّيته بقى في الفرن وفضلت أولّع عليه، وأول ما الرز بيغلي معانا بابطّل إن أنا ما اولّعش الفرن، يعني ما باولّعش عليه بقى، باسيبه كده يستوي كده على نار هادية علشان الرز ما ينشفش معانا ويطلع طري بالشكل ده. حتى لو أنتِ حطّيتيه في فرن البوتاجاز برضه، لمّا الرز يبتدي يغلي معاكِ هدّي له النار خالص وسيبيه بقى يستوي على نار هادية كده، وبعدين لمّا يشرب اللبن ولّعي الشواية علشان ياخد اللون الجميل ده. بُصّوا قاع الرز أو أرضية الرز مش ناشفة معانا زي ما قُلت لكم في أول الفيديو، عشان تشوفوا مصداقية الفيديو، إن هو ما نشفش معانا وطلع معانا برضه طري وحلو ويتاكل، إن هو ما يتهدّرش معانا. وشايفين الحلاوة والجمال، وشايفين وش الرز عامل إزاي، شايفين اللبابة